كده الصوت واضح أحسن من الأول. تمام زي الفل. السلام عليكم يا جماعة، معكم يحيى باشمهندس يحيى من ميد ديفلوبرز. وأنا ميد ديفلوبرز فرونت إند. دلوقتي إن شاء الله بس هنشرح جزئية التصميم. هنبدأ أول حاجة عندكم في جاما ده بيعمل لكم برزنتيشن، وممكن برضه يعمل لكم جزئية شكل موقع مبدئي. وده برضه استخدمته اللي احنا نعمل برزنتيشن ده، إنه يشرح جزء التصميم من ناحية شات جي بي تي، جيميناي، كانفا، وفلو. دول يعني نستخدمهم على طول إن شاء الله. بالنسبة لجاما، آه، أول ما تدخلوا عليه على السجل دخول عادي بنفس الطريقة اللي شرحها باشمهندس مينا في الأول. هيخليكم إنكم تحددوا إن تعملوا كريت نيو وذ اي اي. تحددوا أنتوا عايزين جنريت على طول، ولا معاكم نص تعملوه كوبي وبيست على طول، أو حتى تعملوه امبورت من موقع أو قالب جاهز. يعني هنعمل أول حاجة جنريت. احنا عايزين برزنتيشن أو ويب بيج أو دوكيمنت. مثلا هنقول برزنتيشن، هنعمل برزنتيشن عن مثلا هنا في النسخة المجانية بيتيح ليك إنك تعمل 10 سلايدات. عموما سلايدز في كبرزنتيشن، وفي إنك تحدد الأبعاد بتاعت البرزنتيشن كلها، واللغة اللي أنت عايزها فيها، سواء بقى عربي إنجليزي أو أي لغة تانية. مثلا اختار العربي، وكده برضه بيفهم العربي حتى لو كنت مختارين إنجليزي. هنعمل جنريت. تمام، هنا بقى بيوريك الجزء اللي هيكون في كل سلايد هيعمل فيه إيه. مثلا الكلام وكل حاجه تقدر برضه تعدل على كل جزئيه، ولا مش عاجباك مثلا او مش مناسبه، وتراجع كل حاجه. ونبدا في جنريت مثلا، او حتى تنزل تحت تشوف بقى التصميم اللي انت عايزه. مثلا عايز التصميم ده، او تختار فيو مور. في كده تمبلت يعني هم عارضينها. مثلا اختار التصميم ده على طول وندوس جنريت. هو على طول بيجهز لك كل حاجه زي ما انت عايز بالظبط، وكمان تقدر تعدل على كل جزئيه انت عايز فيها، او حتى تخلي الاي اي برضه هو اللي يعدل على السلايد اللي انت عايزه، من ناحيه بقى كلام او حتى صور، او حتى تحدد مكان الصور. برضه كل بقى بعد ما يخلص هنشوفه برضه ان شاء الله. تمام، هو كده خلص. هنا بقى تقدروا تحددوا مثلا الشكل عايزينه يبقى عامل ازاي، مثلا بالالوان. يبقى في باك جراوند ليها، مثلا تعدل الباك جراوند نفسها، تغيروا اللون، او حتى تقولوا للاي اي انه يغير المحتوى بتاع المكان ده. ان مثلا المعلومات هنا مش لا بتبقى مثلا افتح هنا جزئيه جانبيه يتناقش معاك فيها وتناقش معاه، بحيث انك تغير الجزئيه دي، او تقول له عايز تغير في الجزئيه دي ايه بالظبط. وبرضه تقدر تحدد برضه اصلا الصور عايزه يبقى شكلها ازاي من ناحيه الاي اي.
إن هي تحدد معاه إن عايز مثلًا إن الشكل يكون 3D أكتر. إن أنا أحوّلها لك كإنها 3D من الكلام أو الشكل نفسه، ده الفرق ما بينهم أهو. يعني يبقى كشكل جمالي أكتر. وهو كل وبرضه تراجع كل حاجة هو عملها، وفي الآخر تقدر تعمل present على طول إنك تعرضه، أو حتى بقى في الآخر تعمل share بأي نوع، سواء بقى PDF presentation PowerPoint أو Google slide، أو حتى تنشره على LinkedIn يعني عمومًا. وهنا برضه أصلًا في في جاما بيدّيك limit برضه إنك تعمل presentation أو أي حاجة، يعني حوالي 300 على ما أظن والله أنا فاكر. ده في النسخة المجانية. يعني كل حاجة يعني على الpresentation. ندخل مثلًا على ChatGPT دلوقتي، مثلًا في جزء التصميم والصور. ندخل على جزء التصميم بالصور عمومًا أو البوستات عمومًا. عندكم مثلًا ChatGPT هم أضافوا أداة جديدة في تصميم الصور، بقى يعتبر يعني حسّنوها أكتر. يعني يعتبر باشمهندس مينا برضه أصلًا رفع الصورة عشان ChatGPT يشرحها. بس هنا ممكن نرفع صورة مثلًا، نور الصورة دي، ونختار بالأخص إنه يعمل create image. وللأسف أنا عندي نفس المشكلة بتاعة الimage، فلحظة معلش أعمل حساب جديد. تمام. دلوقتي بتسجل حساب جديد. نرفع مثلًا نفس الصورة رفعناها من شوية، أو حتى ممكن أصلًا مش لازم صورة ترفعوها، بس برضه هاشرحها دي بقى بعد الجزئية دي على طول. أو مثلًا دلوقتي أقول له الساعة مثلًا 14:00، وأقول له generate أو create image. هو بيقعد وقت شوية بس عقبال ما السيرفرات كلها عنده بتحمّل ويكريت. عقبال ما يحمّل ممكن ندخل برضه على موقع تاني اسمه flow AI، ده تبع جوجل. بتدخل على جوجل على طول تكتب flow AI، هيظهر لك flow، أو تدوس على أول واحد على طول. ده تمام كده واضح؟ تمام. أول ما تدخل على جوجل هتكتب flow AI، أول نتيجة على طول يظهر معاكم اللي هو flow. دي تبع جوجل برضه عاملاها أداة بيستخدموا فيها نانو بنانا وفيو، تقدروا تعملوا منها فيديوهات. وفي نفس الوقت آه، عندكم مثلا هنا تقدروا نستخدم الصور مثلا على نانو بنانا النسخة الأحدث اللي هي نانو بنانا 2. تقول له مثلا صمم لي بوست مخصوص في لينكد إن أشرح فيه عن الخبرات بتاعي مثلا.
كبرومبت يعني صغير مثلا. نشوف الصورة هنا. تمام، هنا صمم الصورة على طول بالشكل المعين اللي انتوا عايزينه مثلا. والصورة عجباكم تمام، ولا مش عجباكم ممكن تعملوا أصلا أو جزئية معينة تقدروا تعملوا سيلكت على جزئية معينة انتوا مش عاجباكم مثلا. مثلا كلمة انطلق، إنتاج في عالم تصميم المواقع، تقول له خليها جذابة أكتر ومريحة ومريحة للعين وكألوان مثلا. هو سؤال معلش، حضرتك عملت عليها سيلكت ازاي؟ لحظة، في زرار سيلكت هنا. لحظة، في هنا زرار سيلكت هنا اهي. أول ما تدخلوا المشكلة ده مش ظاهرة، عاملين إنها مش ظاهرة، فتحاولوا إن أنتوا تدققوا شوية عليها أصلا. في تحددوا على طول على الكلمة كده على طول. بس المشكلة إنهم عاملين إنها مش ظاهرة كويس، فمش هتبان قوي، محتاجين تركزوا فيها بس. طيب مكانها فين يا هندسة يعني؟ أول ما تطلع على الصورة هتلاقوها على طول فوق هنا، ده في شات جي بي تي بس. تمام. هتلاقوا سيلكت، مثلا هتنزلوا انتوا بقى تحاولوا تتبعوا المواد شوية أو بيانكم شوية عشان تدققوا فيها. تحددوا بقى الجزئية اللي انتوا عايزينها، وتقولوا مثلا الجزء اللي انتوا عايزينه ايه هي، او تغير فيه ايه، زي ما عملنا في الصورة اللي هو بيصممها دلوقتي. برضه عقبال ما تطلع نشوف برضه التصميم هنا. هنا هو فلو يصمم لك تصميم كامل على رود ماب بالنسبة للكارير بتاعك مثلا، أيا كان الخطوات وكل حاجة يعني بالكامل. عايز تغيره مثلا، تدخل على الصورة نفسها، تبدأ بقى تكتب علم اللي عايز تغيره، أو حتى تحدد زي ما هم عاملين بالأدوات اللي على الجنب دي. هنا تحدد مثلا بالقلم، تقول إن دي كده توضح أكتر من حيث الشرح والفهم. أيوة، دي حمل معاك برضو بحيث إنه يعمل جنريت بالطريقة اللي أنت عايزها أكتر. ممكن برضو هتقابله إنه هيبقى فيه اللي بيقولوا هلوسة في الذكاء شوية الاصطناعي، إنه ممكن يطلع لك الصورة منغمشة أو حتى ملخبطة. ممكن تستخدم أدوات مثلا تساعدك في إنها تعلي جودة الصور. مثلا إن خلص التصميم بنفس البرومبت اللي إحنا عايزينه، يعني إحنا عملنا خليها جذابة أكتر ومريحة للعين من ناحية الألوان، غيرها للشكل ده على طول. جزء الصور إنك تجيب صورة بقى خاصة. مثلا الصورة دي مثلا عايز الصورة دي تتعمل كشكل واقعي أكتر، أو تتعمل كأن في تصميم لجزيرة مثلا، وتدوس كرييت برضو ايمج وتبعت البرومبت. تمام، إيه زي ما قلت لكم انه هيبقى فيه هلوسه في الذكاء الاصطناعي شويه، لان انا حددت له يوضح بس شويه جزء عن الجزء اللي احنا معلمين عليه. بس هو لا، ده كبر الجزء ده وخليه هو المغطي على كله. فده ممكن عادي اصلا تغيروه، ان انتوا مثلا ترجعوا في التصميم تاني من الاول. مثلا عندكم جزء الرسام هنا او الرجوع هنا، تغيروا البرومبت، او حتى في شو هيستوري هنا تقدروا ترجعوا للتصميم القديم وتعملوه من الاول وجديد عادي. وهنا برضو نفس الموضوع، ان انتوا تقدروا آه ترفعوا صورة معينة عشان يصممها بنفس الشكل اللي انتوا عايزينه، او الشكل انتوا متخيلينه في دماغكم مثلا. مثلا نخلي الشكل هو واقعي اكتر هنا،
كشكل موجة أو جزيرة. فده يعني كل حاجة عن شات جي بي تي يعني في ناحية الصور. هنا في فلو هنديله مثلا نفس البرومبت، في مساحة جزئية هنا تقدروا تحددوا الأبعاد اللي أنتوا عايزينها للصور، تصميم الصور نفسها، وبرضه إنه يدي لك كام مثال من ناحية الصور، مثلا تصميم 1 2 أقصى حاجة 4. وبرضه خلي بالكم بيبقى فيه ليميت برضه أصلا بيدولكوا عشان يعني تعملوا المرور للصور وكل حاجة. وبيتكتب لك هنا على طول الكريدت انت تستهلكه كام في كل تصميم، بس عشان انا بس نسخه برو فمش كاتب لي يعتبر. عقبال برضه ما يحمله ندخل بقى على جيميناي. جيميناي نفس فكره تعتبر شات جي بي تي. هتختار بس اول حاجه كريت ايمج مثلا هو بيدي لك هنا امثله انواع الصور او التصاميم اللي انت ممكن تعملها. هنا ممكن اكلمه مثلا انه يعمل تصميم لوجو مثلا عن ال AI واستخداماته. هنشوف هنا مثلا هنا أعطاك شكل تاني مختلف خالص عن ادولنا شات جي بي تي. هنا الموجة جواها على طول جزيرة، تمام، وهنا أعطاك جزيرة بس من غير فكرة الموجة نفسها. نفس فكرة التعديل برضو اللي احنا قلنا له إنه يعدل، إنه يخلي مثلا الجزيرة بجانب الموجة يكون شكل الموجة واقعي أكتر. هنشوف هنا جيميناي عليه. تمام، هنا جيميناي خلص اللوجو. هنا يعتبر تقدروا تعدلوا على كل حاجة وتحددوا برضو ايه الجزء اللي عايزين تغيروا فيه. مثلا كلمة الذكاء الاصطناعي دي عايزين تغيروا فيها جزء معين، عشان في مشكلة أصلا في جيميناي إن حتى مهما حددت على الكلمة مش بيظهر في الآخر. ومشكلة برضو جيميناي إنه بيظهر لكم برضو علامة مائية غير فلو. أنا مش بيظهر فلو أصلا أي علامة مائية خالص، فده يعتبر ده أفضل يعني منه. بس الميزة في جيميناي إنه مستمر معاك مهما خلص الليمت بتاع حتى البرو ولا استخدمتوه. تقدروا تستخدموا الفاست اللي هو ده، مش هيبقى بنفس الدقة بتاعت الكلام بتاعت البرو، بس حتى لو تستخدموه يعني تقدروا تستخدموه عادي، ونفس الأفكار كلها يعتبر. وفي برضه كانفا هنا بيخليك تقدر تعمل تصميم خاص بيك، مثلا السوشيال ميديا، أو حد تحدد نوع عموما التصميم، أو حتى الصور. بس أنا أكتر حاجة استخدمته فيها أصلا الصور، يعني ما استخدمتش فيه التصميم قبل كده الصراحة. فمثلا ممكن نقول له في الصور محتاج أعمل بص تصميم بص بخصوص AI وطريقة استخدامه. ممكن نعمل برضه هنا في جيميناي فكرة تانية، اللي هو يصمم لنا نفس البرومبت مثلا. تمام، هنا كان بخلص. يعتبر كده برضه عمل تصميم شبه سلايد كامل، ويعتبر اتحسن اصلا عن زمان اصلا كانفا كان بيعمل لك الصور كان مليانه غلطات اصلا،
فيعتبر ده اتحسن اكتر كمان عن زمان. فكله نفس الفكره اصلا، بس الفرق بقى طريقه الاستخدام نفسها، طريقه البرومبت، او حتى احسن واحد. هو بالنسبه لي احسن واحد كاستخدام لغايه دلوقتي هو فلو على الاقل مش هيظهر اي علامه مائيه. ممكن يبقى فيه هلوسه في الذكاء الاصطناعي بتاعه، بس مش هيبقى زي كانفا او حتى جي بي تي او جيمينو او جيميناي. هو سؤال بس، حضرتك ازاي جبت كانفا على الويب سايت وسألته كAI؟ لأن أنا حاولت دلوقتي أجيبه دايمًا بيفتح لي الآب أه. أو بيفتح لي الويب سايت بتاعه أو السايت هو بتاعه على بس طول كآب هو برضه. هو بص على طول كده تسجيل خروج، بتسجلي دخول عادي بقى زي اي طريقه. أنا already عندي account عليه لأن أنا اشتغلت عليه قبل كده تصميمات، بس أنا اللي كنت باعملها من أولها لآخرها. كAI بقى أستخدمه ازاي؟ أو أطلّع الAI بتاعه منين؟ عندكم هنا كلمه الذكاء الاصطناعي من كانفا هنا. فين معلش؟ معلم عليها تمام. تحت العلامه التجاريه على طول الذكاء الاصطناعي من كانفا. تحددوا النوع بقى الوظيفه اللي انتوا عايزينها في الAI نفسها، سواء مقاطع فيديو او حتى صور، يعني اللي انتوا عايزينه. يعتبر كله اصلا نفس الفكره. شكرًا. او حتى هنا في جيميناي كده طبعا عارفين ان انتوا تقدروا تعملوا ايديت للبرومبت، او حتى يخلوه تعمل تراي اجين عشان يصمم فعلا التصميم اللي انتوا عايزينه، عشان احيانا برضه بيجيب لك انه يكتب لك كلام على طول بدل التصميم. يعتبر ده يعني كل حاجه عن التصميم. مفيش فرق قوي غير بس ان احسن واحد بالنسبه لي زي ما قلت لكم هو فلو من ناحيه التصميم. شات جي بي تي لسه ما جربتوش قوي بالاخص التحديث الجديد، بس لغايه دلوقتي يعني كان ماشي كويس. جيميناي التصميمات بتاعته حلوه، بس مشكلته العلامه المائيه اللي بتتعمل هنا. ممكن تستخدموا اي برامج بيشيل العلامه المائيه، وكان فعلا مش بستخدمه قوي الصراحه، بس هو اتحسن يعني عن اخر مره يعني استخدمته. وجاما لما شرحت لكم قلت لكم ان تقدروا اصلا تعملوا برزنتيشن كامل بخصوص اي موضوع انتوا عايزينه. ممكن اصلا كمان ترفعوا له صور خاصه بالموضوع اللي انتوا عايزينه، او حتى يقلد الوان صور معينه ويكتب لكم بقى التقرير بالكامل وتعدلوا انتوا. فيعني كل حاجه عن التصميم يعني. فبرضه ولا في اسئله ان شاء الله برضه اتفضلوا. تمام ماشي بيتر. هو بس في الخطط المجانية أو في جاما مثلا، لو أنا هستخدم في جاما الخطة المجانية، أنت حضرتك قلت إن هي بيبقى معايا 400 كريدت. طيب فلو في الخطة المجانية لو 400 دول خلصوا، هل بيتجددوا ولا لأ لازم أكون بعمل بريميوم أو برو؟ هو باشمهندس فينا اتكلم انه اصلا بيتجددوا كل شهر. هو ما شفتش كده الصراحه عن نفسي انا، او ما جربتش يعني اكتر من شهر جاما. بس عموما تقدر تعمل ايميل تاني عادي، ممكن تكمل على البرزنتيشن نفسه. أوكي بيديك برضه ليميت جديد لما تيجي تعمل ايميل جديد. تمام. هو برضو بيبقى في علامة مائية في جاما؟ في تقدر بعد مثلا تعدلها من كانفا. انت تفتح البرزنتيشن في كانفا وتشيل بقى جزء العلامه المائيه دي. تمام. مش سؤال، ان لو خطر ان انا انزل مثلا صورتي على جيمناي واخليه يعدلها لي، مثلا الترند اللي كان مشهور ده بتاع فرعون، ان انا انزل له صورتي واخليه يعملها لي كده، ده في خطر عليا انا مثلا؟ بصراحه انا مش بثق ان احنا نرفع الصور سواء سواء على النت عموما او حتى جيميناي او اي اداه ذكاء اصطناعي. عشان كده اصلا بيتخزن عندهم انه الاي اي بيتعلم برضه من الصور دي اكتر وبياخد داتا منها. بس كده كده اصلا احنا يعتبر كاننا رافعين صورنا اصلا على السوشيال ميديا سواء في جوجل او حتى الفيس، فيعتبر كل حاجه عامه او شامله. تمام شكرا. شكرا لله. حد عايز يسال حاجه ثانيه؟
تمام، شكرا ليك يا باشمهندس مينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ سامعني؟ تمام الحمد لله، سامعينك، اتفضل. يا رب دايما. طيب قبل ما ابدا، يعني احنا يعني في حد سمع قبل كده عن اليو اي او اليو اكس قبل كده؟ مفيش حد؟ يعني اول مره نسمع مثلا عن كلمه يو اي او يو اكس قبل كده؟ تمام. سمعنا عنها في الوصلات ده. تمام يا بيتر، ممكن تقولي طيب يعني ايه يو اي او يو اكس؟ هي ممكن يعني تصحح شوية، بس هي المعلومة يعني هو أكتر اليو أي واليو إكس إن الحاجة اللي أنا بشوفها وبتجارب معاها، وإنه بوصل لأفضل نتيجة، إنه اليوزر عارف إن هو يستخدم اليو أي ده، والطريقة بتاعته تكون سهلة بسيطة، مش إن هو يدخل في كذا حاجة علشان يوصل للمعلومة اللي هو عايزها أو يوصل للنتيجة المطلوبة، لكن بسرعة عارف يوصل ليها. تمام يا بيتر، هو فعلا زي ما قلت. تمام، هو طبعا اليو اي دوت بيبقى الاشكال اللي قدامي. يعني دلوقتي احنا مثلا فاتحين دلوقتي مثلا جوجل ميت او ابلكيشن موبايل، فبنلاقي في الشكل اللي قدامي ظاهر مثلا في عندي زرار، في عندي زي مربع، في عندي مثلا صورة موجودة، فده يعتبر يو اي. تمام، يعني ده يعتبر الرسمة بتاعت او الواجهة بتاعت التطبيق. طيب ايه الفرق ما بين اليو اي واليو اكس؟ اليو اكس دوت هي تجربة المستخدم. يعني ايه تجربة المستخدم؟ احنا لما بنفتح التطبيق، يعني مثلا زي تطبيق، اكيد كلنا عندنا تطبيق ماي وي عشان بنتابع عليه النت الارضي بتاع شركة وي، مظبوط؟ فطبعا احنا لما بنيجي نفتح التطبيق بنلاقي مثلا عندنا دايره دي بتعرف منها الاستهلاك. فطبعا دي التجربه، يعني احنا مثلا بنحط الزرار بتاع تجربه الاستهلاك ده فين؟ على اليمين، على الشمال. طب المستخدم هيجي يفتح التطبيق هيلاقي مثلا ان هو يلاقي علامه التجديد المباشر للباقه اول ما يفتح التطبيق ولا لا؟ فده يعني يو اكس او تجربه المستخدم. تمام. فدلوقتي ان شاء الله يعني احنا طبعا علشان ان احنا نصمم حاجه اسمها يو اي او يو اكس، هنبدا نتكلم عن اداه جديده كده من جوجل. الاداه الجديده دي اسمها جوجل ستيتش. جوجل ستيتش دي بتعمل ايه؟ بتصمم لي كل حاجه انا عايزها. تمام، اللي هي اليو اي واليو اكس. فهشاهد معاكم السكرين كده، كلنا شايفين السكرين. تمام. طيب اول حاجه طبعا عندنا حاجه اسمها، احنا قلنا دلوقتي اسمها جوجل ستيتش. طبعا اللينك دوت بتاع الموقع مهندس مينا هيبعت لكم الرابط دوت على جروب الواتساب. تمام. طبعا احنا عندنا اول ما بيجي نفتح الواجهه ديت بنلاقي عندنا على اليمين في حاجه اسمها تراي ناو. التراي ناو ديت اللي احنا هندوس عليها. طبعا احنا لما ندوس على تراي ناو بيدخل، طبعا بيقول لي اكتب الحساب بتاع جوجل او الاكونت بتاع جوجل، فبنسجل عادي بيفتح معانا الواجهه دي. طيب الواجهه دي بتتكلم عن ايه؟ طبعا دلوقتي احنا لما نيجي نفتح الواجهه دي بيبقى بيخيرني ما بين حاجتين. اول حاجه احنا عايزين نصمم الواجهه بتاعه ابلكيشن موبايل ولا واجهه بتاعه ابلكيشن ويب. اللي هو يعني ايه ويب؟ يعني احنا زي ما احنا فاتحين كده جوجل ستيتش بيصمم لي الواجهه دي، فده ويب بنفتحه من خلال المتصفح. تمام. دلوقتي طبعا عشان ان انا ابدا اعمل تصميم جديد فطبعا بحتاج حاجه اسمها برومبت. البرومبت ده طبعا يعني لازم ان انا ابعته لستيتش عشان يبدا يصمم لي الواجهه كامله. طب البرومبت ده يعني انا مثلا عندي هنا في برومبات، يعني برومبتات جاهزه. يعني زي مثلا اول برومبت هنا بيقول لي انا عايز اعمل يعني تطبيق موبايل. فطبعا البرومبت اللي عندنا ده يعني هو كامل. احنا ممكن نعمل ايه؟ طبعا لو احنا مثلا مش عارفين ان احنا ازاي نعمل برومبت، بنخش مثلا على جروب. يعني عندنا مثلا ده جروب زي شات جي بي تي وزي جيميناي. نخش نقول له مثلا انا محتاج برومبت تصميم يو اي
UX. طبعا احنا مثلا عايزين ايه؟ عايزين تطبيق موبايل ولا عايزين ابلكيشن ويب؟ فبنحدد تطبيق موبايل بيتكلم عن مثلا ايه؟ طلبات مثلا اوردر، طلبات طعام مثلا، ويكون سهل الاستخدام. ببعت كده تمام، هيبعت لي برومبت يعني كامل. طبعا البرومبت ده هيبقى فيه كل التفاصيل. هاخد البرومبت ده طبعا يعني كله كوبي. طبعا هو اداني نصايح تحت طبعا لان هو عارف ان انا هستخدم ستيتش، فطبعا انا ممكن احدد له فوق ان انا هستخدم البرومبت ده مع جوجل ستيتش. تمام. طبعا اطلع فوق كده اخد البرومبت كامل، بس يفضل طبعا البرومبت بتاعنا يبقى باللغة الإنجليزية، لأن باللغة العربية بيبقى صعب شوية وبنحتاج إن إحنا نعدل فيه أكتر من مرة. نرجع للستيتش مرة تانية. طبعا إحنا قلنا زي ما إحنا اتفقنا إحنا بنحدد إن إحنا عايزين نعمل أبلكيشن موبايل، فبناخد البرومبت وناخده بيست. تمام. في عندنا هنا بقى يعني عندنا حاجة اسمها يوز ديزاين سيستم. إيه هي الديزاين سيستم؟ ديزاين سيستم يعني دي ألوان التطبيق اللي أنا عايز أعمله. هل في مثلا ألوان من دي عجباني عايز أعمل بيها تصميم التطبيق، ولا هشتغل بتصميم خاص بيا، أو مثلا تصميم أنا شايف فيه موقع أو شايف فيه أبليكيشن أنا حابب الألوان بتاعته، فمثلا لو عايز من خلال الموقع الألوان بتاعته كلها أخليها في الأبليكيشن بتاعي بختار هي import from website. تمام. طبعا أنا محتاج إن أنا الألوان دي أشتغل بيها أنا بنفسي. بطلع فوق مثلا هنا كده، يعني هنا في حاجة اسمها color باليت. طبعا هنا بيقول لك warm and appetizing colors soft orange vibrant red fresh green. دي كل الالوان اللي هنا حطيناها في البرومبت بتاعنا. فطبعا احنا بعد كده بعد ما نحدد كل حاجه احنا محتاجينها في البرومبت بتاعنا، احنا مثلا البرومبت اللي عمله جروك او شات جي بي تي في حاجه ناقصه، بنبدا ان احنا نزودها تحت في البرومبت. نكتبها هنا مثلا، نكتبها كده، يبدا ان هو عشان يعمل لي جنريت لليو اي. طبعا هنا في حاجه عندنا في حاجة اسمها الموديل اللي بيستخدمه جوجل ستيتش. عندنا حاجة اسمها جيميناي 3 فلاش، عندنا جيميناي سينكينج with 3.1 برو، وفي حاجة اسمها ريديزاين، وفي حاجة اسمها اديت. طبعا آخر واحد ده يعني لو في عندنا مشكلة في الديزاين ولا حاجة بنستخدمه. طب ريديزاين لو في مشروع قبل كده موجود معانا الصور بتاعته معانا كل حاجة يعني موجودة، بنختار اللي هي ريديزاين. طب انا دلوقتي انا محتاج مثلا حاجه تبقى كويسه احترافيه معايا، هستخدم ايه؟ هستخدم سينكينج و 3.1 برو. ده يطلع لي يعني شغل مظبوط وشغل احسن. طب انا محتاج انجز في الوقت ومحتاج ان انا حاجه مش لازم ان هي تبقى كويسه معايا، هختار اللي هي 3 فلاش. فطبعا انا محتاج مثلا سينكينج و 3.1 برو، وادوس ايه؟ جنريت. تمام. هيبدأ معايا إن هو يبدأ إن هو يفكر في الكلام اللي أنا كتبته كله ويبدأ يعمل كرييت. تمام. هو لسه هنا بيعمل حاجة اسمها building the design system. كل الأفكار اللي أنا كتبتها في البرومبت هو بدأ يشتغل عليها. فطبعا بعد ما هو ما يخلص، إحنا هنا يجي مثلا نشتغل على إيه؟ يعني عندنا هنا حاجة اسمها select. تمام. هو بدأ هنا يخلص معايا المشروع ده. هصغر لحضرتك الصورة شوية. انتوا كده شايفين معايا ولا في حد مش شايف؟ تمام. طبعا هنا الالوان اللي انا كتبتها اللي هي كانت موجوده، اللي هي الاورنج اللي هي الجرين وكل الابيض وكل ده موجود هنا في حاجه اسمها فود داش. هنلاقي هنا بدا يديني التصميمات واحده واحده. طبعا هو هنا دي الاساسيات، الالوان الاساسيه اللي هو يشتغل عليها، يعني هو مش هيخرج بره الالوان دي. طبعا هنا بقى يعني احنا كنا عاملين هنا لو لاحظنا في البرومبت بتاعنا ان احنا كنا محددين له ان احنا عايزين نعمل كام سكرين، فبدا هو يعمل لي كذا سكرين. فطبعا احنا لو عايزين نعدل على السكرينات اللي هو يعملها ديت، فبنيجي مثلا نختار يعني بعد يعني نستنى لحد ما يخلص الاول.
هو كده بدأ يعمل أول صورة. أول صورة دي هتبقى الواجهة الأساسية بتاعة التطبيق، يعني التطبيق أول ما يفتح هيديني الشكل ده. دي حاجة اسمها onboarding screen. هو لسه بيحمل معايا. فطبعا عشان برضه أشرح لحضراتكم برضه الزراير ديت يعني إيه. أول واحد سيلكت، طبعا أنا بحتاج مثلا أنا أختار مثلا أول واحدة اللي هي onboarding screen، فأنا عملت عليها سيلكت وعايز أنقلها مثلا تحت عشان أعرف أشتغل، فبسحبها لتحت. تمام. طب أنا حددت عليها عشان مثلا عايز أعدل فيها حاجة، فطبعا بعدل عليها عادي. باجي هنا واكتب انا مثلا عايز اعدل ايه. يعني انا مثلا الزرار اللي فوق دوت اللي هو جيت ستارتد مش عاجبني، مثلا عايز انزله تحت، فمثلا اعمل. طبعا انا بيفضل طبعا احنا بنتكلم معاه بالانجليزي، لان طبعا يعني جوجل ستيتش يعني في العربي بيبقى ضعيف شويه. فاحنا مثلا لو مش عارفين ازاي ان احنا نكتب بالعربي، فممكن نروح مثلا لجروب ونيجي مثلا نقول له ايه، عندي زرار اسمه، طبعا الزرار اللي هو ده اللي هو جيت ستارت، اسمه جيت ستارتد، عايز اعدله واخليه يبقى تحت، مثلا محتاج برومبت ليه. هيبدأ كده يحمل. كده هو خلص معايا، اداني كذا حاجة، يعني اداني كذا خيار. تمام. ممكن مثلا يعني لو عايزين حاجة مثلا سريعة دلوقتي، فناخد مثلا اللي هو أقصر حاجة، ناخده كوبي ونرجع مرة تانية للستitch. هنيجي برضو احنا لازم نعمل سيلكت، يعني لو عملنا احنا مثلا لو لغينا ده كده ورحنا عملنا يعني في عام في التصميم عام وقلنا الكلام ده، فيبدأ يلخبط في كل حاجة. يعني كل السكنات اللي موجودة ديت لو لقى حاجة اسمها جيت ستارتد هيبدأ يعدل فيها كلها ويبدأ يبوظ لي المشروع. فلا، انا اختار اول واحدة هنا اللي هو السهم واعمل سيلكت. تمام. بعد كده ابدأ اديله الكلام اللي هو البرومبت. بعد كده ادوس جنريت، استنى لحد ما يخلص. هو طبعا دلوقتي بيحاول ان هو يعدل لي الزرار. فطبعا احنا لما يعدل مثلا واحنا مش عاجبنا الزرار ده مثلا تحت شويه في الاخر، ممكن يعني نكتب له تاني ان احنا عايزين نعدل الزرار ونخليه مثلا يطلع فوق شويه، او مثلا نغير اللون، كذا حاجه. طبعا هنا بيبدا يعمل لي جنريت السكرين مره تانية. طبعا دي بقى القديمه. طبعا القديمه ديت انا مثلا عايز اعمل عليها موديفاي، يعني من غير ما انا مثلا اعمل جنريت من جديد، بعمل حاجه اسمها موديفاي. بعد كده اختار حاجه اسمها edit. طبعا هيبدا يحمل الصوره. طبعا بحدد مثلا جيت ستارت. تمام. انا عايز اعدل دي، عايز اغير التكست بتاعها، طب عايز اعدل جديد. تمام. دي كل حاجات دي موجوده معايا. طب دي طبعا اللي هي السكرين الجديده اللي احنا لما احنا رحنا على اللوح، رحنا مثلا لجروك او رحنا لشات جي بي تي، بدا ان هو ايه يديني برومبت جديد يعدل لي الصوره ديت ويخلي الزرار تحت. فلحد دلوقتي في حد مثلا مش فاهم؟ يعني كلنا فاهمين دلوقتي ولا لا؟ تمام. يعني كله دلوقتي يعني متابع وتمام. تمام. هرجع مرة تانية. طبعا هنا يعني احنا خلاص عدلنا مثلا دي، خلاص انا مش عايز دي، فراح دايس عليها واعمل لها ديليت. مين حد؟ بالظبط. يعني ايه النقطة اللي مش واضحة عشان اقولها تاني؟ الجزء الأخير. تمام. طب احنا الأول حاجة احنا عملنا يعني رحنا للستitch، تمام، وادينا برومبت دي، تمام، مفيهاش مشكلة.
فطبعا احنا يعني بعد ما احنا ادينا له كل حاجه يعني خاصه بالتطبيق بتاعنا، هو طبعا عمل لي تطبيق اسمه فود داش. طبعا انا عايز اغير الاسم عادي، يعني ممكن تغير الاسم، لكن طبعا احنا بعد ما عملنا جيت لكل السكرينات ديت، احنا لو عملنا مثلا ايه، زودنا مثلا اوت كده، صغرنا الشاشه وجينا سحبنا لحظه عشان اسحب الشاشه مثلا يمين او شمال او فوق وتحت، في عندنا يد هنا على اليمين بندوس عليها كده بنسحب عادي. اللي عندنا دلوقتي تصميم التطبيق بقى كامل، يعني كل حاجه موجوده في التطبيق بقت موجوده هنا معايا، كل الصفحات اللي هتفتح معايا دي كده اول حاجه. تمام. طب انا دلوقتي مثلا انا الصفحه دي مش عاجباني، يعني فيها نقطه انا مش عايزها، فطبعا بختار اللي هي السهم اللي فوق على اليمين وادوس سيلكت هنا. يعني الشاشه مثلا ديت مش عاجباني، انا عايز اعملها من اول وجديد. تمام. فبروح مثلا لجروب، تمام، او بروح مثلا لشات جي بي تي او اي حاجه. تمام. فمثلا ممكن اخد الصوره، يعني انزل الصوره مثلا من هنا، ادوس عليها كليك يمين واعمل لها داونلود. لحظات. او ممكن مثلا اعمل لها كوبي، يعني دلوقتي ممكن اعمل لها كوبي عادي، او ممكن ان انا اخش اعمل لها تحديد كده بعدين اعمل لها داونلود. لما اختار دي بس، تمام، بيتعمل داونلود دي للصوره دي بس. بعد كده برجع تاني لجروك او شات جي بي تي، برفع الصوره، باجي اقول له مثلا انا عايز اغير شكل الصفحه، اعدل مثلا، يعني ما اعدل الالوان. ما ينفعش ان انا يعني اعمل يعني تعديل شامل لكل حاجه، لا، احدد بالظبط انا عايز اعدل ايه. لان انا لو جيت عملت تعديل مثلا في كل حاجه مره واحده، هلاقي الدنيا لخبطت معايا وما ادانيش احسن حاجه، فاضطر ان انا اقول ايه، لا ده جوجل ستيتش مش احسن حاجه وانا زهقت منه ومش عارف استخدمه. لا، عشان اعمل حاجه زي كده لازم احدد انا عايز اعمل ايه بالظبط. انا عايز مثلا اغير شكل الصفحه، اعدل الالوان، تبقى مثلا لونها ابيض مثلا كلها. تمام. دي حاجه. عايز اغير حجم زرار، اي زرار بقى، يعني مثلا زرار مثلا لوجن اخليه وسط او صغير، او مثلا يبقى مناسب، او يبقى مناسب في نص الشاشه. انت طبعا انت اللي توجه الجوجل ستيتش يعمل لك اللي انت عايزه، لكن لما تيجي انت تسيبه هو، يعني انت مثلا انا عايز اغير شكل الصفحه اخليها ابيض، طب انت ما حددتش مثلا انت عايز ايه في الصفحه كلها، ولا عايز تغير حاجه معينه. طب عايز تغير انه زرار، عايز تغير حجم انه زرار، لازم تكتب ده كله في الايه، في جوجل مثلا هنا، يعني كروك او جيميناي او كلود او شات جي بي تي. فبتقول انا عايز اغير شكل الصفحه ومحتاج اهم حاجه دي، ومحتاج برومبت. طبعا هو لما يقول لك محتاج برومبت دوت، هيدي لك برومبت زي ده، اللي هيقول لك مثلا موف ذا جيت ستارتد بوتن تو ذا بوتم اوف ذا سكرين اند ميك ات ستيكي اند فيكس ات. هلاحظ هنا حتى هنا في كلام، يعني هو يعني جروك هنا فاهمه او مديهولي زي دليل كده ان جوجل ستيتش هيفهمه. يعني ستيكي فيكس دي يعني ايه؟ يعني الزرار ده يعني مش يفضل ثابت، يعني مثلا لما بدوس عليه يبقى مثلا عائم، تلاقي ان الزرار ده بيتحرك معايا. يعني مثلا الزرار ده هنا جيت ستارتد، لما حد بيدوس عليه بتلاقيه مثلا يعني ادالي كده زي انيميشن صغير، لا هو دلوقتي هو ثابت معايا مش بيتغير. فدي حاجه. طبعا احنا بنتكلم برضو ان احنا بعد ما عملنا التصاميم دي كلها، احنا مثلا محتاجين ان احنا نعدل مثلا حاجه تانية. يعني مثلا نرجع تاني مثلا ندوس هنا، طبعا اليد دي احنا قلنا هي اللي بتحرك يعني يمين او شمال. دي طبعا هنا هنلاقي حتى اسم، يعني اسم الشاشه فوق، يعني مكتوب هنا هوم سكرين، يعني دي حاجه اسمها الصفحه الرئيسيه. طب دي سبلاش سكرين، يعني اول ما التضمين هيفتح على سبلاش سكرين، هيحمل، بعد ما يحمل هيجيب حاجه اسمها اونبوردنج، اللي هي دي اللي احنا عملناها ابديت هنا. بعد الاونبوردنج ما تفتح يعني الشخص يسجل حسابه عادي، لوجن او جيت ستارتد، بتفتح معاه الهوم سكرين. طب انا في حاجه ناقصه معايا مثلا، يعني مثلا فين اللوجن سكرين هنا؟
اللوجن سكرين مش موجوده، اللي هي صفحه تسجيل الدخول اللي هيكتب فيها الاسم والايميل وكلمه السر مش موجوده. فهيجي هنا مثلا لو هكتب له مثلا، ارجع تاني لجروب او شات جي بي تي، محتاج برومبت يصمم واجهه او شاشه تسجيل الدخول مناسبه لتطبيقي، وندوس انتر. تمام. هنلاحظ هنا ان هو اداني برومبت تاني، وهيديني بقى بالعربي. لو انا مثلا عايز استخدم العربي مفيش مشكله، ممكن تستخدم العربي عادي، بس مش هيديني نتيجه احسن. فزي ما قلت لك يعني اهم حاجه احنا نستخدم اللغه الانجليزيه، تمام، ويكون كل حاجه واضحه. يعني مثلا يجي يتعلم هنا البرومبت، يعني ممكن مثلا ما اروحش ادي البرومبت ده من غير ما اعدل عليه او اقراه. يعني انا اجي هنا مثلا، طب هو السكرين دي فيها ايه؟ يعني لاحظ معايا هنا ديزاين اكلين مودرن اند يوزر فريندلي لوجن سكرين فور ا فود دليفري. هو طبعا عشان انا بتكلم في نفس يعني الشات ده على برنامج هو خاص بالفود دليفري اللي هو طلبات، فهو عارف خلاص. هنكمل عادي، هلاقي حاطه الستايل نفس الستايل القديم. طب انا عايز والله عايز اغير الستايل، طب ماشي مفيش مشكله، هتاخد ده كوبي، تمام، تكتبه مثلا هنا، وتيجي مثلا فوق كده تعدل مثلا الستايل مثلا عايزه اي حاجه تاني، بدل الاورنج مثلا عايزه وايت، تروح معدل الاورنج وايت، وهكذا. طب انا محتاج مثلا الباسورد والله ما يبقاش فيه مثلا الهايد ايكون دي، او مش محتاج دي. طب انا مش محتاج الفورجيت باسورد. فكل الحاجات دي طبعا هو بيضيفها لي بناء على اقتراحات وخبرات اللي هي جروب. طب انا مش عايز الحاجات دي، عشان انا لما اجي ابعت للمطور او ابعت للباك اند مثلا او الديفلوبر اللي بعدي ان ده تصميم واجهه بس، يعني مش تصميم هيبقى كامل يشتغل على طول، لا دي واجهه بس رسوميه. تمام. فبرضه انا لحد دلوقتي يعني هل في حد مثلا مش فاهم حاجه او محتاج ان انا اعدل جزئيه، او محتاج مثلا يسال في الجزئيه دي قبل ما اكمل؟ لو حد محتاج حاجه يرفع ايده. مفيش حد عنده سؤال؟ لا، هو الفكرة ولا مش سؤال، الناس هو نامت؟ خلي بالك من الوقت، يعني هو فاضل دقايق تقريبا. طب الدنيا تمام معاكوا طيب، ولا حاسين ان الدنيا سايحة معانا لا، ولا؟ أنا بالنسبة لي تمام. طيب في حد تاني الدنيا مش تمام معاه؟ تمام، اتفضلي يا نورة. هو سؤال بس، لما حضرتك قلت دلوقتي احنا بنصمم بس الواجهة، وفي حد بعدي هيشتغل، يعني انا كده مش هعمل تطبيق متكامل، انا بس بصمم الواجهة للمستخدم، وفي مبرمج بعدي هو اللي هيعمل التفاصيل بتاعة البرنامج. لان انا بالظبط يا نورة. كنت فاكرة ان انا كده هتعلم ازاي اصمم يعني تطبيق من اوله لاخره. تمام، بص يا نورة، احنا اول حاجة احنا دلوقتي بنصمم الواجهة الاول. احنا ما ينفعش ان احنا نروح نعمل تطبيق ونكمله ونشتغل عليه غير لما نصمم الواجهة بتاعته. يعني لازم اعرف التطبيق ده مثلا الناس محتاجة فيه ايه، او مثلا لو حد مثلا شركة قالت لي انا عايز اصمم تطبيق زي طلبات مثلا، اللي هي طلبات اللي احنا عارفينها. فطبعا يعني بديهي جدا هبقى عارف ان انا محتاج ان انا اصمم تطبيق الطلبات ده ايه، طلباتهم ايه. يعني هم مثلا عايزين يعملوا يعني تحديد موقع جوه الابلكيشن للعميل. طب محتاجين يبقى في حاجه اسمها اوفرز، عروض. كل ده لازم اصممه عن طريق مين؟ عن طريق ستيتش الاول. ارجع الاول اروح داخل هنا، دي حاجه اسمها يو اي يو اكس. كل اللي انت شايفه ده هو واجهه بس، هو مفيش تفاعل لسه. طب احنا محتاجين ان احنا عايزين نتعلم ازاي ان احنا نكمل الواجهه ديت تبقى يعني برنامج شغال معانا طبيعي. فكل ده ان شاء الله مع باشمهندس مينا هيظبط لنا ان شاء الله، يعني ميعاد تاني او كورس تاني ان شاء الله نبدا نكمل يعني المرحله دي بعد اليو اي يو اكس، ازاي نخلي التطبيق ده يشتغل معانا كامل. تمام. طيب حد عنده سؤال تاني؟ تمام، مفيش مشكله. طيب معلش، هو سؤال ممكن يكون متأخر شوية.
عموما خارج اتفضل. الموضوع، بالنسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، لو أنا حابب تمام. أستخدمه في حل مشكلة شخصية أو مشكلة في الشغل مع زميل مع صديق، هل ده أوبشن متاح؟ أفضل حاجة في الذكاء الاصطناعي يقدر يحقق لي إجابات كويسة أفضل من شات جي بي تي. هو طبعا يعني هو مش موضوعنا، تمام، بس خليني اجاوبك على أنا سؤالك. عارف، عشان كده أنا سألت قلت. تمام، خليني برضو اجاوبك على سؤالك. هو طبعا يعني احنا لما نيجي نبعت ل شات جي بي تي او كلود او جيميناي او اي موديل موجود معانا، مش هيديني يعني حل المشكله 100%. هو هيديني بس حلول وافكار. يعني كان في حد قبلك واجهته مشكله، فطبعا هو كان بيدردش مثلا مع الذكاء الاصطناعي والموديل دوت، فوالله انا كان عندي مشكله وحلتها عن طريقك بالطريقه دي. فهو خد الفكرة بتاعته وحفظها عنده وبدأ يطور عليها. يعني معاك انت مع حد غيرك، فبدأ ياخد منهم افكار وحلول واقتراحات، فبياخد يجمعهم. وبعد كده انت لما تيجي مثلا عندك مشكلة بتروح تسأله، فبيروح جايب لك كل المعلومات وكل الافكار اللي كانت اتحلت قبل كده عن طريق شخص ما قبل كده، وبيدي لك الاقتراح ده. ظبطت معاك انت بقى في الشغل مثلا في مشكلة شخصية واتحلت عن طريق الاقتراح اللي ادولك، تمام. ما ظبطتش هتروح بقى تشتمه مثلا وتقول له خلي بالك انت ما حلتليش المشكله. انت فاهم ازاي؟ فهو لا خلاص فهم ان الجزئيه بتاعتك ديت ما حلتش، فهيبدا يعمل لها حاجه اسمها ايه، هيعمل لها يعني ترتيب اقل، يعني يدي بقى حل تاني للشخص اللي بعدك وهكذا. يبقى في زي اولويه، تمام زي تقييم كده. تمام. تمام، فهمتك، شكرا ليك. العفو. في حد تاني عنده سؤال قبل ما اكمل؟ لو في حد مش فاهم حاجه او محتاج ان انا اعيد حاجه في اللي انا بدأته الاول يقول، عشان هنتوه يعني دلوقتي لسه هنكمل في حاجة تانية. بس خلي بالك اللينك ده خلص لأن احنا كملنا ساعة تاني. قدامه قد ايه؟ دقيقة. خلاص مفيش مشكلة، هنقفل دوت تمام. تمام. هو للأسف كبير، هو للأسف طبعا الستيتش أصلا يعني عايز أقول لك أنت لو قعدت معاه هتسرح معاه وهتلاقي الوقت يعني بيخلص بسرعة.